كل ما افتح سيرة لجوزي او قصة بيقول لي انتوا النسوان بربع عقل، بيقول لي لا تكملي واسكتي، ناقصات عقل ودين. اخر شي عصبت منه وقلت له على اساس انتوا ابو العقل الكامل المتكامل يعني؟ بربي ما بتعرفوا العقل الا بكتاب العلوم. قال لي طيب اثبتي لي اذا نحن هيك. قلت له ماشي. وكل واحد منا انطعج ومسك جواله ودار وشه. مسكت جوالي وفتت على الفيس وصرت أبحبش بصفحته على الفيس. لقيته منزل موقع صراحة على الفيس، فتحت كمان على صفحة رفقاته بالحارة، كمان الكل منزل هالموقع، وحتى عمي أبو جوزي منزل موقع صراحة. عملت إيميل تاني وفت له لجوزي على الموقع، كتبت له أنا معجبة فيك بس يا ريت تخفف من لحيتك شوي. وفتت على صفحة جارنا أبو حدو الختيار وكتبت له شو واثق بحاله شو قلبه قوي، قلبي بعضلاته دايب مستوي. وقلت له شايفتك من البلكونة. بعدين فتت على حساب أبو جوزي وكتبت له ليش ما عاد شفناك، ليه ما عاد رحت على الجامع، والله اشتقنا لك، المعجبة المجهولة. وبس خلصت سكرت نت ولفيت رجل على رجل. ما في 5 دقايق ترك جوزي موبايله ونط على المراية وصار يشوف بلحته ويقول لي والله مو حلوة دقني ولا خففها أزبط. قلت له أنا لا خليها أحلى، وأكيد أنا عارفة إنه ما رح يرد علي. ودغري راح على المراية خفف بلحته. المهم من بعد ما حلق دقنه وخففها أنا قلبت على ظهري من الضحك. قال لي ليش عم تضحكي؟ قمت فرجيته السكرين وقلت له أنا اللي بعت لك على الموقع، وفرجيته شو بعت للجيران وقلت له تعال نكفي السهرة على البرندة. طلعنا على البرندة لقينا أبو حدو واقف بالشيال على البرندة ونافخ عضلاته وعم يطلع يمين وشمال، ومن كتر مشادد على حاله راح يطق. وشوي ولا بيطلع الحجي لابس قلابية بيضة وريحة البارفان واصلة على الطابق الرابع. قلت له شوف الحجي يمكن رايح على الجامع يشوف الطيرة. قال لي مستحيل، من ساعة صلى العشاء بالبيت. وبصوت عالي ناداه جوزي وقال له وين رايح يا حجي؟ قال له رايح على الجامع بدي صلي العشاء. قال له يا حجي من ساعة شفتك صليت. رد عليه عمي وهو معصب وقال له استغفر